يعني انا لو خريطه ادي مكه، شمالها المدينه، شمالها بيت المقدس، انا في المدينه بصلي يعني ناحيه هذه. ان احيانا فكره الاستدلال بامور طبيعيه فيزيائيه لبعض العبادات، فاحنا بنطوف حوالين الكعبه ليه 7 اشواط؟ يقول لك الذرات وبتاع والتخلص من الطاقه السلبيه وكده. طيب ليه احنا بنصلي ناحيه الكعبه؟ عشان برضو الماجنتكس بتاعه الارض بتظبط بتاع، فانت لما بتصلي 5 صلوات في اليوم الليله بتفرغ الطاقه بتاعتك وبتاع. فاحنا بنقول الكلام ده ايه؟ باطل. من الحاجات اللي بتتقال اللي هي الاهميه الهندسيه لاشكال الاشياء، فيقول لك الكعبه مربعه، اقول لك بقى فايده المربع ايه، ويقعد يتكلم في المربع. فاحنا بعد ما بيخلص نقول له ايه؟ هي مستطيل بقى. يعني انت ممكن تكمل كلامك بس ايه، زود الضلع شويه، لان هي مستطيل مش مربع. خلاص ليه؟ لان ده مش بنايه الكعبه الحقيقيه، اللي هو من باب ايه؟ يعني فهمهم ونكد عليهم ان هي لا، هي مش مربع، هي مستطيل. ده واحد. 2 فكره الطواف احنا بنقول الحاجات على التعبد. يعني احنا ليه بنصلي ناحيه الكعبه؟ عشان ربنا قال نصلي ناحيه الكعبه. واحد يقول لك لا بس دي مركز الارض وبتاع. طب النبي قعد 15 سنه يصلي ناحيه مش مركز الارض، النبي قعد 15 سنه يصلي ناحيه بيت المقدس، 15 سنه. خلاص، فالموضوع ايه؟ كان الصحابه الماجنتكس بتاعهم باظ. يعني انا قعدت 15 سنه بصلي غلط، لو هو دي العله. يعني هو عله احنا بنصلي الناحيه دي ليه؟ عشان ربنا قال الناحيه دي. طب لو ربنا قال الناحيه الثانيه يبقى الناحيه الثانيه. يعني انا كنت راجل بصلي كده والماجنتكس بتاعي مظبوط على بيت المقدس، انا من المدينه يا اخوانا، انتوا يعني انا لو خريطه ادي مكه، شمالها المدينه، شمالها بيت المقدس، انا في المدينه بصلي يعني ناحيه هذه. طيب لما تتخيل وانا بصلي كده، جه ايه صاحب الشريعه اللي ايه؟ الناحيه الثانيه، لفيت وصليت الناحيه الثانيه على طول، مكه. ليه؟ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم ما يتبع الرسول مما ينقلب على عقبيه. أنا بقول لك صلي الناحية دي عشان أشوف إيه؟ أشوف الاتباع. أنا بقول لك صلي الناحية دي، هتصلي الناحية دي، صلي الناحية دي، هتصلي الناحية دي برضه. هي المسألة مسألة إيه؟ عشان كده إحنا دايما بنقول الدين دايما يقول لك إيه؟ أوامر الشرعية اللي هي ينص عليها علماء الإسلام أنها غير معقولة المعنى، اللي هي بنسميها إحنا التعبدية أو التوقيفية، دي أنزل نفسك منزلة آدم. سيدنا آدم ربنا خلق السيدة حواء، وبعد كده قال لهم إيه؟ كلوا من كل الشجر إلا دي. ليه؟ مش هتجيب له حموضة. لا، دي ما تاكلش منها. ليه؟ بس ده أمر شرعي. عشان كده رب العزة لما قال إن هو عصى آدم، عصى يعني مش ضر نفسه، لا، عصى آدم رب. دي معصية إن أنا قلت له كل من كل حاجة إلا دي، هو عصى. بس ده إيه؟ جزء من الاستخدام السيء جدا للسيرة في التاريخ المعاصر برضه، اللي هي فكرة إيه؟ ليه اللي نطوف 7 لفات؟ ليه 7؟ وليه بنلف في الاتجاه ده؟ احنا بنقول لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بهذا. بس هو دي الاجابه. ليه احنا بنبوس الحجر الاسود؟ عشان النبي عمل كده. حديث عمر بن الخطاب: والله اني اعلم انك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. بس انا شفت النبي بيبوسك، لو انا النبي ما بسهوش مش هبوسه. هو النبي قال لي هذا القبل حجر يقبل له فضيله، يبقى له فضيله. بس تطوف 7 يبقوا 7. خلاص.